ضيوفك الكرام والكبار، كابتن زكريا ناصف، كابتن اشرف قاسم، كابتن طارق يحيى، كابتن سيد معوض، كابتن احمد حسن، كابتن وائل جمعه، بحييكم من امام فندق اقامه النادي الاهلي ببرج العرب. ومعي الان الحاج محمد عبد الوهاب عضو مجلس اداره النادي الاهلي. برحب بحضرتك وبقول لحضرتك النهارده ان شاء الله يوم هيطلع يوم كويس ان شاء الله النهارده، وجمهور الكره كله يتمتع النهارده بمباراه قمه في الروح الرياضيه والاخلاق. يا رب. الاول طبعا بحيي اخويا العزيز الكابتن سيف، وحيي كل الكوكبه اللي موجوده معاه، ودايما متفوق ومتميز الكابتن سيف زاهر. ان شاء الله باذن الله نتمناها مباراه افضل، نتمناها مباراه احسن، نتمنى مباراه تخرج بروح رياضيه حلوه. المباراه اولها واخرها هم 3 بونت. نتمنى ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يكون حليفه الفوز باذن الله، وربنا كرمنا وقدم عرض كويس ان شاء الله يليق بينا، واهم حاجه نسعد جمهورنا الكبير اللي ورانا. حاج محمد، يعني مجلس اداره النادي الاهلي يتعامل ازاي مع الازمه المثاره اللي كانت حوالين ارض الملعب؟ الاهلي مقرر من اول يوم ومعسكر هنا من يوم السبت، معسكر هنا في برج العرب وجاي اسكندريه وهيلعب المباراه لغايه امبارح بالليل. الناس عماله تقول طب الماتش هيتلعب ولا لا؟ اتعاملتوا ازاي مع المشكله دي؟ لا احنا ما عندناش ازمه في حاجه خالص، احنا دي مش حضراتكم طرف الازمه، بس ازاي لو كان الميعاد اتغير؟ لا ما فيش ميعاد اتغير ولا حاجه. احنا عندنا من اول يوم عارفين الماتش هيتلعب فين، وفرقتنا بناء عليها توجهت للمعسكر 3 ايام قبل الماتش اهو. فدي ازمه يمكن بتصدر لنا، بس احنا ما عندناش ازمه كان خالص، والفرقه عارفه ان الماتش هيتلعب في برج العرب ويتلعب في الساعه كام، كانت الامور كلها معروفه قبل كده يعني. وانا بشكر طبعا الحاج عامر حسين على تنظيمه الجيد والتزام اتحاد الكوره بالمواعيد، واي حد لان اي حد كان لعب فيها كانت تبقى مشكله كبيره بقى، ساعتها كان يبقى في ازمه. لكن احنا كده في المواعيد اللي عندنا واللي معلنين بيها، وده ملعب برج العرب من الملاعب النادي. يعني المباراه لو كانت اتاجلت او اتنقلت من ملعب برج العرب كان هيبقى في مشكله كبيره. لا طبعا ما كانش هيبقى في مباراه، يعني ما كانش في مباراه، كانت هتبقى مشكله كبيره مش في المباراه بس، مشكله كبيره للدوري ككل يعني. فعشان كده ما كانش في اي كلام ولا الكلام اللي اتقال ان احنا بنفكر ان يعني مباراه تتنقل ولا بتاع. المباراه احنا عندنا قرارنا من اول ان المباراه تتلعب في برج العرب في التاريخ والساعه اللي احنا عارفينها، وفرقتنا مظبطه نفسها على كده، والجهاز بتاع الكوره مظبط نفسه على كده، الموضوع منتهي يعني. اخيرا حاج محمد عبد الوهاب يقول ايه لاعبي الفرقتين وخصوصا لاعبي النادي الاهلي النهارده قبل انطلاق المباراه؟ بقول لهم ربنا معاكم وتأدوا اللي عليكم، احنا عهدنا بيكم ان انتوا رجاله على طول. اهم حاجه اعملوا عرض يليق بقيمه وتقل الفانيلا اللي انتوا لابسينها. ان شاء الله باذن الله تسعدونا وتسعدوا الجمهور الاهلي الاكثر من 100 مليون واحد. بشكرك حاج محمد. شكرا، تحياتي. شكرا. كابتن سيف، ده كان لقاءنا مع الحاج محمد.